السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير. كل سنه وانتم طيبين. اللي ما يعرفنيش، انا لولي السيد، ودي قناتي. عملت بقى كحك العيد. كل سنه وانتم طيبين يا حبايب قلبي. الدايب دوب، بسم الله ما شاء الله. يلا بقى بينا هنسمي ونصلي على الرسول ونبدا في الوصفه. كان معايا 3 كيلو من الدقيق، حطيت عليهم ربع من السمسم بس يكون محمص زي ما انتوا شايفين كده. كان معايا ازازه من ريحه الكعك، يعني ليه ريحه الموز، معايا 2، وواحدة ريحة سمنة بلدي. هما اسمهم كده الروايح بتاعة الكحك. زي ما انتوا شايفين بقى قلبتهم في بعض كده، وكنت حطيت السمنة دي 3 كوباية، رابعة، الخامسة زي ما انتوا شايفين كده بالكوباية قدام حضراتكم. وبعد بقى ما حطيت ال5 كوبايات، فضلت اقلبهم كده زي ما انتوا شايفين. جبت بقى معايا الخميرة، حطيت لها شوية لبن كده. كان معايا حتتين خميرة من اسمها بيرة، مش الفورية زي ما انتوا شايفين بقى ايه. كنت عمالة اعجن في الكعك كده، يعني لازم انا بحبه بقى دايب دوب، بسم الله ما شاء الله، يعني يبقى حلو كده ونعرف ناكله، مش اللي هو يبقى خشن ولا الكلام دوت. زي ما انتوا شايفين بقى فضلت اقلب في قوي كده لغاية ما انتوا شايفين العجينة عاملة معايا ازاي، بسم الله ما شاء الله. ودي بقى الخميرة كانت بسم الله اتفعلت، يعني دي تعرفها بقى يعني كده ناجحة. يا رب الفيديو ينول اعجابكم. زي ما انتوا بقى شايفين كده بقيت الم في العجينة، وحطيت لها بقى شوية من اللبن كده. يعني الوصفة دي والله هتعتمدوا عليها على طول، ومش هتختلفوا عنها خالص. زي ما انتوا شايفين بقى كده عجنته بايديا كده، هعمله بقى تيست اختبار. لقيته بقى لسه بيشقق، قمت حطاله شوية لبن. وبعدين بقى بقيت اقطعه لكور صغيرة، وجبت الملبن معايا، حطيت له معلقتين سمنة كده زي ما انتوا شايفين، بس يعني المعلقتين مش باين، يعني مش كتار قوي كده. فقمت بقى ماسكاه في اعصاب ايديا زي ما انتوا شايفين. وبعدين بقى بعد ما كورته كده، بسم الله ما شاء الله، بعدين بقى جبت الكحكايه، مبحبوش الا صغير خالص كده، يعني المعلقه المعياريه اصغر حاجه. ما بحطلوش بيكنج باودر، هو الخميره بس والله طعمه تحفه 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 بجد. وزي ما انتوا شايفين بقى كده كنت عاملة برضك منه بالمكسرات، بس يعني ما صورتش يعني عشان كان ورايا حاجات كتيرة والله. بعدين بقى اعمله بقى كده بالكباسة بتاعة الكعك زي ما انتوا شايفين كده، اكمنه ناعم ودايب دوب. بعد بقى ما خلصت وريتها لكم اهيت زي ما انتوا شايفين. لسه بقى هكمل بقية الصواني، ربنا يعيني. وبعد بقى كده ما خلصت، قمت مسوياه على طول، يعني ما قعدتوش يعني يجي ساعة كده ولا نص ساعة. ادام ايدي شغالة فيه هو ناعم، يعني مش عارفة اصلا الواحدة بتتمسك بتتكسر من كتر النعومة بتاعته. يا رب الفيديو ينول اعجابكم. وما تنسوش بقى لو عجبكم الفيديو تدوسوا اللايك، تبعتولي كومنتات، وتشتركوا في القناة، وتفعلوا زر الجرس. بحبكم كتير. السلام عليكم ورحمة الله. دمتم في رعاية الله.